سؤال يطرح نفسه، هو الاكل الصحي غالي فعلا؟ انا هقول لك معادله بسيطه عشان تريح دماغك، والله هقول لك معادله بسيطه كده، احسب الحسابات دي وجرب. شوف النهارده في الوقت اللي احنا فيه ده، سندوتش الفول بكام؟ هتلاقيه مش اقل من 20 جنيه. شوف عشان تاكل علبه كشري مش اقل من 35 جنيه. عشان تاكل علبه كشري صغيره كده يعني مش هتشبعك. شوف عشان تجيب مثلا فراخ من بره هتجيبها بكام. شوف عشان تطلع تاكل بيتزايه في مكان نظيف بكام. واحسب بقى نظامك الغذائي. طبعا نظامك الغذائي ما بيتحسبش ان انا مثلا هروح اجيب كيلو بانيه، ما انت مش هتاكل كيلو بانيه في اليوم الا لو انت حمار اكل بقى. يعني هقول لك ايه طيب، يعني الا لو انت بتاكل كده بالبركه مش حاسب. ما دي ميزه الحسابات بقى دلوقتي، توفر عليك فلوس كمان. فملخص الكلام عشان تريح نفسك، بتمن بيتزايه في مكان نظيف اللي هي البيتزا ب 700 جنيه 800 جنيه والارقام دي، انت ممكن تعمل دايت تلتزم بيه اسبوع 10 ايام. تفتكر بقى اني الافضل ادفع 700 800 جنيه على مدار 10 ايام، ولا ادفع 700 800 جنيه في اكله واحده؟ احسبها انت لو هتاكل حتى من الشارع اللي بتقول لك الصحي غالي، عشان بس تاكل 3 وجبات ولا وجبتين في الشارع هتصرف لك مش اقل من 100 جنيه. ال 100 جنيه دي انت هتعمل نظام غذائي صحي تلتزم بيه يحسن صحتك ويغير شكل جسمك باقل من 100 جنيه في اليوم. طبعا انت هتقول لي انت كذاب، تعالى يا باشا وخليك تحسبها بالورقه والقلم. فما تعقدش الامور، الموضوع سهل وابسط مما تتخيل. ما تعقدش الامور، الدنيا لذيذه وهتمشي يعني. صباحك فل.